السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألف مليون مبروك. المنتخب الوطني يسحق المنتخب الاسترالي بركلات الجزاء الترجيحية. وعايز اقول لكم يا جماعة ان احنا مسكنا الخرزانات لعيبة منتخب مصر ومدت لعيبة استراليا على رجلها تك 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 طول المباراة، وبالاخص من نص الشوط الثاني لحد ما وصلنا لركلات الجزاء. وعايز بقى يا جماعه اوجه رساله كده صغيره قد كده لمدرب المنتخب الاسترالي اللي قبل المباراه كان متوقع ان مواجهه المنتخب المصري هي المواجهه الاسهل ليه، وان هو يقدر يعبر الى الادوار القادمه او الى دور ال 16 من منتخب مصر بمنتهى السهوله. احب اقول لهم عليك يا فندم، نام واتغطى على اول طياره ويلا يلا على بلدك يلا. احنا مصر، احنا مصر، واللي ما يعرفش يعني ايه مصر واللي ما يعرفش يعني ايه منتخب مصر قالوا لنا واحنا نعرفكم يعني ايه مصر. ورسميا بقى ان احنا هنلاعب المنتخب الارجنتيني. انا اخرت الفيديو ده عشان اتاكد كده، مع ان احنا كنا عارفين كاب فيردي ولا الارجنتين، فهنقابل المنتخب الارجنتيني. احضروا لنا اقوى منتخب في العالم، المنتخب المصري، في مواجهة بطل العالم نسخة 2022. منتخب مصر هيلاعب المنتخب الارجنتين. ان شاء الله باذن الله هنعمل نتيجة كبيرة جدا جدا جدا. حتى لو خرجنا امام المنتخب الارجنتيني، بما انك انت بتلاعب بطل العالم وانك انت بتلاعب نجم كبير جدا زي ميسي، ولكن يا جماعة المدير الفني الاسطوري لمنتخب مصر اللي هيفضل رمز وعلامه كبيره جدا في التدريب المصري، الكابتن حسام حسن. يا جماعه الكابتن حسام حسن ده من افضل المديرين الفنيين اللي تولوا قياده منتخب مصر على الاطلاق. تاني افضل مدير فني، ولو هتيجي تتكلم بالارقام فانا اقول لك افضل مدير فني افضل من الكابتن حسن شحاته تخطى الكابتن حسن شحاته. لان الكابتن حسن شحاته ما راحش كاس عالم، خد 3 افريقيا متتاليين، ولكن ما قدرش يروح كاس العالم بالجيل الذهبي. الكابتن حسام حسن راح بالمنتخب كاس العالم، مش كده بس، وصل الى دور ال 16 من كاس العالم بلا هزيمه. يا فندم يا فندم، انت 4 ماتشات في كاس العالم ما خسرتش ماتش، ده انجاز كبير جدا. واي حد بيقلل من الكابتن حسام حسن فهو مريض نفسي. في كتير جدا من جمهور نادي الزمالك بيقول لك انا مش بحب الكابتن حسام حسن او بينتقد في الكابتن حسام حسن. لا، انت مريض، لك كل التقدير والتحيه والاحترام. حتى لو الزمالك بطل الدوري وما خدش لعيبه من نادي الزمالك او ما خدش غير 3 4، والقوام الاساسي بتاع منتخب مصر 6 7 منه من النادي الاهلي، واحد بس من الزمالك والباقي محترفين. انا عايز اقول لحضرتك يا فندم، ايا كان يا رب يبقى الفرقه كلها اهلي. انا بالنسبه لي مصلحه منتخب بلادي اهم من اي شيء. الراجل وصل لدور ال 16 كاس العالم. حسام حسن ده يا جماعه اجمد مدير فني وطني بجد. احنا ما عرفناش قيمه منتخبنا وما اتجمعناش تاني، وبقى عندنا حماس وبقى عندنا والفرحه رجعت في قلوبنا تاني بعد اخر فرحه فرحناها كانت صعود 2018. من 2018 لحد النهارده احنا ما فرحناش الا لما الراجل ده درب منتخب مصر. وان شاء الله باذن الله يا جماعه المواجهه القادمه اللي هي هتكون امام المنتخب الارجنتيني اللي هي في دور ال 16 في كاس العالم، ايا كانت نتيجتها احنا فرحانين قوي وفخورين قوي ان احنا عندنا منتخب وصل لهذه المرحله لاول مره في التاريخ، النسخه الاعجازيه. ولكن انا حاسس ان احنا ممكن نعدي الارجنتين خلاص. انا بقى عندي ثقه ويقين ان احنا يا جماعه ممكن نوصل لابعد الادوار في كاس العالم. مش عايز اقول لك عشان ما تضحكش عليا، انا بقى عندي احساس ان احنا نبقى في نهائي كاس العالم. وليه ما ناخدش كاس العالم؟ انا دلوقتي ما هو بفضل ربنا سبحانه وتعالى بقى عندي يقين كبير جدا، لان انا ما كنتش متعشم ان انا اتخطى دور المجموعات. ما كنتش معشم ان انا لما وصلت الدور ال 32 قلت برضو ممكن استراليا تكسبنا، فاحنا كسبنا استراليا وعملنا عليهم مباراه كبيره جدا. ولكن ربنا يبارك لنا طبعا في الكابتن محمد هاني اللي سجل هدفين في بطوله كاس العالم. بس الكابتن محمد هاني ده بينافس على هداف البطوله، ما سجلهمش لينا، هو سجلهم فينا. ولكن طبعا انا مش بقلل منك كابتن محمد هاني ولا بنكر مجهوداتك العظيمه اللي عملتها مع منتخب مصر. لكن انا عايز اقول لك يا جماعه فعلا احنا بقى معانا مدير فني يا جماعه بقى محسسنا بالامان ومحسسنا ان احنا ممكن ناخد البطوله. ما هو كل الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يرجع ان احنا معانا مدير فني جامد قوي اسمه الكابتن حسام حسن، وصل معانا لكاس العالم وعمل معانا نسخه استثنائيه محدش فينا كان يتوقع ولا كان يحلم ان احنا ممكن نوصلها.
او حتى نتخطى من دور المجموعات. اي حد يشكك ان الكابتن حسام حسن افضل مدير فني تولى مسؤوليه منتخب مصر على الاقل من بعد رحيل حسن شحاته حتى وقتنا هذا، فده مختل عقليا، ما يفهمش حاجه في الكوره. واكتر لقطه عجبتني وفعلا كان ختامها مسك، ركله الجزاء اللي سجلها نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر الكابتن حسام عبد المجيد، افضل مدافع في مصر في الوقت الحالي. حسام عبد المجيد بتاعته صعدنا الى دور ال 16. حسام عبد المجيد لعيب كبير جدا وليه مستقبل كبير. طبعا حسام عبد المجيد اللي خرج مصاب في دور المجموعات ورجع يشارك تاني ونزل النهارده في ماتش استراليا كبديل. بس يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. انا عايز اقول لكم ان انا كان عندي احساس كبير جدا ان احنا هنكسب ركلات الجزاء من اول ما مدرب المنتخب الاسترالي عمل التغييره بتاعت خرج حارس المرمى اللي كان متألق جدا في هذه المباراة ونزل حارس المرمى. على فكرة يا جماعة انا لما شفت الحارس بيتبدل قلت احنا هنكسب. الحارس اللي نزل ده ما صدش ولا ركلة جزاء، وانا شايف ان الراجل ده ظلم حارس مرمى متألق. بس دي حقيقة يا جماعة، حتى كانت بتحصل معانا احنا في الدوري، متألق وشال كور كتير جدا. سيبه يكمل المباراه، كان ممكن يصد كذا ركله جزاء. الحارس اللي نزل ما صدش ولا ركله جزاء، ولكن الحمد لله رب العالمين انك انت نزلت لنا الحارس ما صدش ولا ركله جزاء، ومحمد صلاح يغفله بتغفيله ركله الجزاء اللي لعبها بكل برود ولعبها في نص المرمى. ولكن الف مليون مبروك لصعود منتخبنا الوطني. رجعنا تاني واتجمعنا تاني، الروح رجعت لنا تاني احنا كمشجعين بعد ما فقدنا الامل. احنا ما بنفرحش من 2018 من اخر صعود لكاس العالم، النكسه اللي حصلت مع هيكتور كوبر والثلاث لقاءات اللي احنا خسرناهم. تعالى شوف حسام حسن النهارده، وتعالى شوف مصر في كاس العالم النهارده. كل التوفيق وكل الدعم ان شاء الله باذن الله لمنتخبنا الوطني امام المواجهه القادمه من منتخب الارجنتين، واحنا واثقين في ربنا في الكابتن حسام حسن ان احنا نعمل نتيجه ايا كانت هي ايه، ايجابيه او سلبيه. احنا فخورين بلعيبه منتخب مصر، كابتن حسام حسن وجهاز فني منتخب مصر، وفخورين بينا وبدولتنا ان احنا كمصريين اللي احنا ان شاء الله باذن الله مش نرفع راس مصر بس، احنا نرفع راس الدول العربيه كلها. وان شاء الله باذن الله مصر هترتقي لأبعد الأدوار في كأس العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.